السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة حبيت اقول لكم هنعمل مع بعض عيش بطوط، العيش الصغير ده الجميل اللي احنا دايما بنحبه، وكمان ولادنا يحبوا يعملوه فيه السندوتشات. فهنعمله النهاردة ينفع ان شاء الله كده لسحور رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، وتقدري تعملي كمية كبيرة جدا، حطيها في الفريزر وتطلعيها بقى طول الشهر. هنعمل بكيلو من الدقيق اكتر من 65 رغيف، حاجة موفرة قوي. تبارك الله حلو جدا، ما بياخدش منا كمان وقت، وهنعمله على الجريلا. نبدأ الحلقة ونقول بسم الله. عندنا هنا أول حاجة هنجيب بولة، هنضيف عليها كده ربع كوب من المية، وكمان هنضيف عليها معلقتين كبار من الخميرة. هنا الكمية دي مع معلقة سكر هنعمل بيها كده كيلو من الدقيق. طبعا احنا ضفنا المية مع السكر، وكمان ضفنا الخميرة، وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض. هنا بعمل تيست للخميرة، يعني اول ما تديكي كده فقاعات من فوق، تعرفي ان الخميرة بتاعتك ما شاء الله شغالة، وهتخلي العجينة بتاعتك حلوة جدا. ضفت كمان عليها كوب من الزبادي، وبديل الزبادي هنا هو كوب من اللبن، ولو مفيش ده او ده تقدري ان انت تستغني عنهم تماما. زودت عليهم 3/4 كوب من اللبن البودر، ولو مش موجود تقدري تستغني عنه خالص، يعني مش محتاج ان احنا نضيف الاضافات دي اضافات عاديه جدا. البدائل بتاعتها هي الميه، تقدري ان انت تعجني بالميه بس، بدون لبن وبدون كمان زبادي وكل الكلام ده. سبتها كده لا يقل عن 5 دقايق، يعني بسيبها بس ترتاح كده مع بعضها وتتفاعل مع بعضها. وهنبدأ ان احنا نضيف بقى الكيلو الدقيق. هنا انا جبت كيلو الدقيق ده في حدود كده او بالمعيار الاكواب، 6 اكواب شوب من الكبيرة، بيديكي ما يقابل بكيلو من الدقيق. هاضيف بقى كده كمية الدقيق كلها؟ لأ طبعًا، هابدأ إن أنا أضيف 3/4 الدقيق، ونقلبه مع الخليط اللي إحنا عاملينه، لإن هنا لو قلبنا كل الدقيق مرة واحدة، فإحنا محتاجين الخميرة بتاعتنا أو الخليط اللي إحنا عاملينه للخميرة يوصل لكل كمية الدقيق. فأنا هنا باضيف الدقيق على 3 مراحل، باحطه يعني 3/4 الكمية، وبعد كده باحط كمان شوية، وأبدأ إن أنا أحطها تدريجيًا لحد ما أخلص كل الكمية، واتأكد ان كل الخميرة وصلت لكل كمية الدقيق. هنضيف بقى هنا على حسب العجينة، انا هنا ضفت كوب كامل من المية، وهنقلبه وهشوف العجينة هتتقبل مني مية قد ايه. يعني في عجينة او نوع العجين بيختلف عن التاني. ضفت كمان نص كوب من المية، يبقى كده انا حطيت كوبين الا ربع من المية، الربع الاولاني اللي انا عملت بيه التيست. وضفت كمان كوب من المية الاول، وبعد كده ضفت كمان نص كوب من المية. كده العجينة بتاعتي بقت تمام، يعني أنا مش هاحتاج بقى مَيّة تانية أو سائل تاني. المهم في الوقت ده إن أنا أبدأ إن أنا أعجنها كويس جدًا، هي هتشوفيها كده إن هي طرية، لكن مع العجن المستمر لمدة 10 دقايق هتديكي نتيجة حلوة جدًا. كمان العجينة هتجف زي ما أنتم شايفين كده، وتقدري بقى إن أنتِ تتحكمي فيها. ابدئي بس إن أنتِ اعجني فيها بإيديكِ كده لمدة لا تقل عن 10 دقايق متواصلين، لحد ما تديكي النتيجة اللي أنتم شايفينها دي. العجينة ما شاء الله حلوة جدًا، ما بتلزقش تمامًا، وتقدري إن أنتِ تمسكيها كده بإيديكِ وتطلعي إيديكِ نضيفة أوي. هنا البولة هنعمل إيه، هنسيبها بقى تختمر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو في الشتا اللي إحنا فيها دي يعني هتاخد ما بين 30 ل40 دقيقة. سِبتها كده بحبة بالزيت في القاع، وغطيتها تمامًا، وكمان غطيتها بفوطة نضيفة. بُصّوا بقى، لو محتاجة إن الخميرة بتاعتِك أو العجينة بتاعتِك تختمر على طول لو أنتِ مستعجلة، فبنجيب بقى صينية كده نضيفة نحط فيها مَيّة بتغلي، وبعد كده بنحط فيها العجين ونسيبها كده، هياخد العجين على طول كده ما بين 10 ل15 دقيقة. لكن هنا أنا سِبتها تختمر براحتها، لإن ما كنتش طبعًا مستعجلة عليها ولا حاجة، وما شاء الله أخدت بجد 40 دقيقة من الاختمار بتاعتها، وكمان زادت الخُمر بتاعها غير طبيعي ما شاء الله. التيست بتاع الخميرة اللي إحنا عملناه بيدّيكِ نتيجة فورية، وبيدّيكِ نتيجة حلوة جدًا. اتبعي بس الخطوات اللي أنا قُلت لِك عليها بالطريقة دي، والعيش هيطلع معاكِ ما شاء الله حلو أوي. هنبدأ بقى إن إحنا نجيب العجينة بتاعتنا كده، وندّي رشة على السطح اللي إحنا هنشتغل عليه، رشة من الدقيق حلوة. طبعًا مش هاقول لِك اعملي بزيت، لإن الزيت هنا هيبدأ إن هو يخلّي العجين يهبط. أنا محتاجة إن العجينة بتاعتي أفردها بالراحة، يبقى برضه لسه فيها الخمر بتاعها علشان يدّيني النتيجة حلوة. مسكت العجينة قطّعتها ل3 قطع بالشكل ده،
وهبدأ بقى اخد كل جزء منها ونبدأ ان احنا نفرده. ايه يا هبة ده مش هيتعمل عيش؟ لا هنعمله عيش، لكن هنعمله عيش بطريقة سريعة جدا. احنا مش هنكوره كده ونسيبه ونبدأ ان احنا نفرد رغيف رغيف، لا احنا هنكوره كده زي القرص، او انت بتفردي قرص وبعد كده ابدأي قطعيه بحاجة واسعة. تبدأي هنا ان انت تتحكمي في عملية التقطيع. انا هنا جبت غطا بطرمان بتاع التوابل اللي كان موجودة عندي، وبدأت ان انا اعمل العيش بالحجم ده. تقدري ان انت تتحكمي فيه وتعمليه طبعا عيش اكبر من كده، لكن عيش بطوط دايما بيبقى صغنن كده، اللي انت تحطي فيه فول، تحطي فيه سندوتشات طعميه، تحطي فيه برجر، حاجه كده صغننه بتبقى حلوه قوي. فبدأت ان انا افرد كل كميه العجين، وهنبدأ بقى في مرحله التخمير مره تانية. انا شلت بس كده الكميه زي ما انتم شايفين، حاجه كده سهله جدا، بدل ما انت تقعدي تقطعيه قطع صغيره وتفردي كل واحد لوحده، فهنا بيبقى سهل جدا. سبته كده وغطيته طبعا بفوط نظيفه او بقطع عندي في المطبخ نظيفه، وبدات ان انا احطه تحت بعضه. اهم حاجه في الموضوع ان انت ترشي في الكوع كده على فوطه نظيفه، ترشي رشه من الدقيق بالشكل ده، وبعد كده تحطي ما بين كل طبقه والتانيه كده تحطي حاجه نظيفه عندك، فوطه في المطبخ نظيفه اي حاجه. طبعا سيبته كده حوالي 10 دقايق كمان لحد ما بدأ ان هو يختمر معايا مره تانية. هنبدأ بقى ان احنا نجيبه كده ونختبر يعني العيش بتاعنا. جبت جريل على النار، والنار هنا بتبقى تسخني الطاسه كويس جدا او الجريلا كويس قوي. بعد كده بنهدي النار عليها، مش شمعه، لا هي بتبقى اعلى شويه من الشمعه. بسيب العيش كده على كل وجه حوالي 5 دقايق، وتبدأي بقى اول ما تحسي ان هو عمل فقاعات بالشكل ده، تقدري طبعا ان انت كمان تحطيه في الفرن وتدخلي الفرن كميه كبيره. لكن هنا انا بقولك اسهل حاجه ليكي ان انت تعملي على الجريلا. في ناس كتير ما عندهاش فرن او الفرن بتاعها بيبقى بايظ، فتقدري كمان ان انت تعملي نص كيلو من الدقيق كل يوم كده للفطار وكمان للسحور، بيبقى حلو جدا ما شاء الله. كميه العيش كانت كميه كبيره قوي من كيلو من الدقيق. تقدري بقى ان انت تخزنيه في اكياس نضيفه، تحطيه في الفريزر كل 10 ترغيفه مع بعضهم وتخرجيه وقت ما تاكليه. شايفين ما شاء الله عليه حلو قوي كمان، وبيتفتح ومنفوخ جدا، يعني ما تحسيش ان هو بيبقى منفوخ ان هو بيبقى مكتوم، لا بيبقى منفوخ زي ما انتم شايفين كده. تعملي بقى بيها كل السندوتشات، جبنه، حلاوه، تقدري ان انت تعمليها بقى سندوتشات فول، سندوتشات فول بطوط الجميل اللي احنا دايما متعودين عليها في رمضان. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير واشتراك لهبة تي في، واشوفكم بقى ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.